ثم قال رحمه الله: ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يمكث لا يرى شيئا وفتر عنه الوحي. مكث ما شاء أن يمكث، مدة يعني فترة الوحي سيأتي عند ابن كثير إشارة إلى أنه قيل إنها كانت قريبا من 2 أو أكثر، وقيل أقل من ذلك كما سيأتي بيان ذلك. الشاهد أنه فتر الوحي، يعني بعد أن جاءه الملك في تلك المرة الأولى وقرأ عليه اقرأ، مكث فترة لم يأته. فقيل في الحكمة لذلك أولا حتى يذهب عنه عليه الصلاة والسلام الروع ويهدأ، يذهب عنه الروع، رؤية الملك وضم الملك له وإلى آخره، حتى يذهب عنه الروع. والأمر الثاني حتى يشتد الشوق لسماع الوحي، لأن الوحي له حلاوة وله لذة يجدها، فحتى يشتاق لسماع الوحي. فمن الحكمة في ذلك أولا حتى يهدأ ويذهب عنها الروع الذي أصابه عليه الصلاة والسلام، والأمر الثاني حتى يحصل الاشتياق منه عليه الصلاة والسلام للوحي. قال: وفتر عنه الوحي فاغتم لذلك وذهب مرارا ليتردى من رؤوس الجبال. معنى يتردى من رؤوس الجبال أي يلقي نفسه من شواهق الجبال، أي الجبال العالية. ذهب ليتردى من رؤوس الجبال، وذلك من شوقه إلى ما رأى أول مرة من حلاوة ما شاهد من وحي الله. فالوحي له حلاوة وله طعم، فلما فتر الوحي اشتاق عليه الصلاة والسلام شوقا عظيما. والذي ذكره هنا أنه ذهب مرارا ليتردى من رؤوس الجبال، هذا جاء في رواية هي بلاغ من الزهري، رواه الزهري بلاغا وليس متصلا، رواه البخاري عن الزهري بلاغا وليس متصلا. لكن لا شك أنه عليه الصلاة والسلام اشتد به الشوق والرغبة والحرص لسماع الوحي مرة ثانية، لا سيما بعد أن ذهب عنه صلوات الله وسلامه عليه الروع. قال ابن كثير: فقيل إن فترة الوحي كانت قريبا من 2 أو أكثر. الذي جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن فترة الوحي كانت أياما. قال الحافظ بن حجر: وأما القول بأنها 2.5 فلم يثبت بإسناد صحيح أو نحو هذا الكلام الذي قاله ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. والأقرب أنها المدة ليست طويلة، يعني مكث أيام حتى ذهب عنه عليه الصلاة والسلام الروع، ثم عاد الوحي. قال: ثم تبدى له الملك بين السماء والأرض على كرسي وثبته وبشره أنه رسول الله حقا. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق منه، أي خاف، وذهب إلى خديجة فقال: زملوني دثروني. ذهب إلى خديجة أي ذهب إلى بيته صلوات الله وسلامه عليه، فقال: زملوني دثروني. فأنزل الله عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر. أنزل الله عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. فهذه الآيات أصبح بها عليه الصلاة والسلام رسولا، والآيات الأولى اقرأ أصبح بها نبيا، فهو عليه الصلاة والسلام نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. لما نزلت عليه اقرأ كان بذلك نبيا، لأنه نبئ، أوحي إليه صلوات الله وسلامه عليه.
ولما نزل يا أيها المدثر قم فأنذر أمر بالنذارة رسلا مبشرين ومنذرين، صار بذلك صلى الله عليه وسلم رسولا، فهو عليه الصلاة والسلام نبئ بإقرأ وأرسل صلى الله عليه وسلم بالمدثر. ولهذا يقول ابن كثير فكانت الحال الأولى حال نبوة وإيحاء، الحال الأولى أي حيث نزل عليه اقرأ، فهذه حال نبوة وإيحاء. وأما الحال الثانية عندما نزل عليه يا أيها المدثر، هذه حال رسالة وإبلاغ، حال رسالة وإبلاغ. قال ثم أمره الله في هذه الآية أن ينذر قومه ويدعوهم إلى الله، فشمر صلى الله عليه وسلم عن ساق التكليف وقام في طاعة الله أتم قيام، يدعو إلى الله الكبير والصغير، الحر والعبد، الرجال والنساء، الأسود والأحمر، فاستجاب له عباد الله من كل قبيلة. وسيذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى السابقين أو بعض السابقين للإسلام، بدأهم بصديق الأمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وعن الصحابة أجمعين، والله تعالى أعلم